يا مساء الفل، عاملين ايه؟ سريعا كده ندخل في الموضوع. من شويه نزل خبر ان محمد صلاح هيروح يكمل علاجه في انجلترا في ليفربول، وهيرجع لو ربنا كرمنا والمنتخب وصل النهائي. ممكن يورجن كلوب يرجعه للمنتخب المصري. يا جماعه هو الكلام ده بجد؟ يعني انا مش مصدق والله. يعني انا لو الخبر ده اشاعه يا ريت يطلع اشاعه، لكن اتكلم معاه لانه بجد. لا، وطلع بقى طلع ان محمد صلاح ده مع او ضد، احنا بنشجعه وبندعمه او ضده. يعني انا بالنسبه لي عشان ما حدش يهاجمني، انا شخصيا انا شايف ان محمد صلاح بره اللعبه دي. هو محمد صلاح ليه دور طبعا، بس في الاول في الاخر في ناس بقى يعني. محمد صلاح ده اهم شخصيه رياضيه في مصر، ده ما حدش يتكلم عليها ويختلف عليها. لا انا بتكلم مش بالانجازات، انا بتكلم هو كنفوذ وكقوه، هو اقوى شخصيه رياضيه في مصر. بس اتحاد الكوره فين؟ يعني اتحاد الكوره الصبح ده عامل مؤتمر محمد صلاح. يا جماعه الصبح انتوا كنتوا معانا في المؤتمر اللي عمله، وبشجع وقاعد وبحب المنتخب. طب ما كان يتقال من الاول انه هيسافر. وايه هو ايه يسافر علشان يكمل علاج في شد في الخلفيه؟ ده شد في الخلفيه يا جماعه. يعني ده انا لما كان بيجي، انا لما بيجي شد في الخلفيه عادي يعني بيودوني الشغل وينزلونا الملعب والدنيا حصل فيها ايه؟ مين اقوى من الناس دي؟ ده مدير فني بيتكلم بره، والكلام ده عنده معلومه بيه هنا يعني. يعني انا اتحاد الكوره فين؟ انا هجيبها لكم بطريقه تانية كده، ما بعرفش ازوق الكلام. وزير الشباب والرياضه فين؟ يا جماعه اللي ماشي ده مش لاعب مهم، ده كابتن الفرقه، كابتن منتخب مصر. هيروح يكمل علاجه بره ويرجع لو مصر وصلت قبل النهائي ولا النهائي. طب هو بالنسبه ان الدكاتره عندنا فشله مثلا؟ وما تتقالش كده والله، ما تتقال يعني قولوا لنا مثلا محمد صلاح نسي حاجه، مكه كان نفسها في حاجه راجع يجيبها لها، بتكلم جد. لكن ما تتقالش الخبر، ما يطلعش كده. محمد صلاح راجع انجلترا يتعالج من شد في العضله الخلفيه، وهيرجع لو المنتخب، لو كلوب شايف ان هو ينفع يرجع يعني. ايه يا جماعه الفشل اللي احنا فيه ده؟ هي خلاص الكره مبقاش ليها كبير في مصر. انا يعني مش عارف والله، مش عارف اقول كلام معين. احنا رايحين فين؟ انت لا اتحاد كوره بيحاسب ولا وزير شباب رياضه بيتدخل. احنا كنا بنتريق على اونانا من يومين علشان قال لهم انا مش هلعب اول ماتش مع الكاميرون وعشان عندي ماتش في الدوري الانجليزي وهرجع. قلنا اهو دول ده دوله متخلفه وبيحصل فيها كده. يعني ايه يسيب المعسكر عشان يتعالج هناك؟ هو ايه؟ هي عمليه جراحيه مش قادرين يعملوها هنا؟ قله قيمه للمنتخب، قله قيمه لمحمد صلاح، قله قيمه لاتحاد الكوره، قله قيمه لكل اللي مدورين الكوره في البلد دي. ان قرار زي ده لو طلع فعلا صح، انه يطلع اصلا ويتنشر. ده كان والله العظيم يتلف كده، يتلف كده، اي كلام يتقال احسن ما يتقال لنا. ده احنا عرفناه من بره. وخلي بالكم المصادر لما تاخدوها من بره دي يبقى صح. للاسف بصوا على اي صفقات بتيجي في البلد دي، في الانديه اللي هي بتتقال بره، تعرف ان الصفقه صح. لقيت الاخبار اللي عندنا تعرف انها في شنك. الخبر جاي من بره، صحفي بيتكلم بره بيقول لك عندنا معلومه ان صلاح هيعمل واحد اتنين تلاته. مش عارف استوعب الموضوع يعني. موضوع عدى وفاق كل حاجه، فاق كل حاجه. احترامه للجماهير وللشعب وللاتحاد نفسه. منظركم وحش جدا جدا جدا. وفعلا لما الناس كانت بتقول ان صلاح وليفربول والناس دي اقوى منكم، لا ده كده، ده اي حد اقوى منكم. هنشوف يعني الموضوع ده خبر ولا ايه. ويا رب ما يبقاش يعني الخبر صح. اتمنى ما يبقاش صح، ان هيبقى منظرنا وحش جدا والصحافه مش هتسيبنا. وان شاء الله يبقى نسي، يعني يبقى مكة وكيان نسله حاجة، او مراته نسيت حاجة هناك وهيروح يجيبها ويرجع بسرعة. عشان الموضوع غير كده والله العظيم ما ينفعش، ما ينفعش خالص يعني. يلا، سلام عليكم.